وحرق العيالي. الراجل ده قبل ما امشي نشل واحد عين يكفيكوا الشر اللي اسمه موسى فقيه ده. عشان ايه؟ عشان عملت لهم برنامج يقسم الجدول بتاع الاساتذه من غير ما يشكلوا، لانه كانوا بيعملوه يدوي فيقعدوا فتره طويله شهرين ثلاثه عشان يحققوا رغبه كل استاذ. فانا عملت برنامج على الاكسس بتاع برنامج كده يقسم التقسيم على حسب رغبات الناس، فيقوم مطلع الجدول في ثواني ويقوم مطلعه. فاديت له الجدول، قال انت شغال ايه؟ انت بتاع شريعه بتاع عقيده ولا بتاع استاذ كمبيوتر؟ قلت له يا عم خد الجداول، انا رايح عمره الله اعلم ممكن يحصل لي حاجه. قال لا مش هيحصل لك حاجه والله كده. دي اخر كلمه قالها الراجل دي، قال لي مش هيحصل لك حاجه. وانا راجع في المخواه في الطريق بين مكه وابها حصلت حادثه، كله كان بيقول لنا وهو السعوديين يبصوا يقولوا اشهد ولا لا اله الا الله محمد رسول الله، قولوا لام عبده، قولوا طلعوني يا جماعه العربيه دخلت في رجلها، الباب دخل في رجلها وكسرها خالص، وكل عيل اتكسر وعبده رجله اتكسرت، وبنت الايمان دماغها دراعها اتكسر، والثانيه اتفلق دماغها من هنا، وبقت حكايه وانا اتحرقت. الراجل ده المهم هو بيقول ايه؟ انت عملت الكتاب ده ليه؟ مش من حقك، مش من حق انا الف كتاب ينفع المسلمين؟ انا اثرت في التدريس في حاجه؟ من بعد قلت والله ما اقعد عندكم، ما اقعدش عندكم ابدا. قمت مقدم استقالتي. رئيس القسم عندنا ده يتحايل على الواحد يقول انت عايز تروح ليه؟ احنا قصرنا معاك في حاجه؟ لا يا عم مش عايز اقعد عندكم. يا دكتور زمايلك الازهريه بعد ما بتنتهي الاعاره بتاعتهم بيجوا يبوسوا ايدينا عشان نقعدهم عندنا. قلت له لو جيت ابوس ايدك بعد كده ابقى توفوا في وشي. يلا يا اخي بلاش قرف. قمت مقدم الايه؟ الاستقاله. فكتبوا فيها تقرير زي الطين. اسمه موسى فقيه ده، موسى فقيه ده يستكتر علينا ان احنا نعمل دراسه تنفع المسلمين، انما لو قاعدين بقى نجري ونلعب ونعمل لف ونلف ونلف ده حلو قوي على قلبه. انا ما اعرفش كان حي ولا ميت دلوقتي، لان هو دلوقتي كان الصوره دي كانوا بيحتفل بابنه تقريبا دكتور ولا حاجه، مع اني والله ساعدته في ابحاث الترقيه بتاعته، والابحاث الترقيه بتاعته عندي، والطلب اللي اتقدم عشان يترقى بيه عندي نسخه منه. لكن هو كده، هم مفكرين ان هم بيشترونا بالفلوس اللي بيدوها لنا. يعني انت رايح عبد عندهم، رايح عبد عندهم يمسك جوازاتك وما رضاش يديها لك، ولكن لما يجي اليوم التاني يا جماعه احنا خلصنا امتحانات، طب ما قاعدين ليه ما تروحونا؟ يقول لك لا الاجازه بادئه من كده وده حقك تقعد هنا وخلاص، حقنا تقعد هنا من غير ما تسافر. طب ما اروح اشوف عيال عشان اجي بدري وابقى مستريح نفسيا. لا هو كده والله كانوا بيتحكموا فينا كاننا كالكلاب، يقول لك حقنا. يا اخي دي مش ما فيش تعامل بالطريقه دي، والاساتذه كلهم سامعين المصريين وعارفين. يا دكتور محمود عديها عشان خاطر يا عم الحاج الله يصلح حالك، وما هيعملوا فينا ايه يعني اخيرا تروح. طب انا ماليش جامعه، ها خلي بالك بقى. يعني انا رايح الجامعه بتاعتي هي جامعه الملك خالد، والترقيه بتاعتي على حسب القانون في جامعه الملك خالد، وترقيت في جامعه الملك خالد كليه الشريعه واصول الدين. مانيش جاي من كليه رايح عندهم، لا. الدكتور اللي قبله كان اسمه ايه والله يا ريت ام عبد الرزاق تفتكره، اللي هو العميد اللي قبله قبل موسى فقيه ده، والراجل ده اصيب بعين برضه، واغلب ظن كان من موسى فقيه ده. المهم اللي حصل ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا كنت بقول فيه ما بين عليها هو الراجل اتصاب قبله، اللي قبل اتصاب عندي بقى كنت بتكلم تعرف تجيبها يعني اتكلم تقريبا عن سبب تقديم الاستقالة يعني. اي انا ما كانش ليا جامعة، انا جاي من دعوة كنت بشتغل
في معاهد إعداد الدعاء بدرس، وخبرة التدريس عالية، نفعتني جامد يعني، لأن 35 معهد لإعداد الدعاء درست فيهم داخل جمهورية مصر العربية. فأنا علشان أسيب الجامعة وأقدم استقالت منها وأنا رايح مانيش عارف هقدم في جامعة تانية ولا لأ، جوا بصوا عليا إن أنا مجنون. الإخوان هناك يقولوا أنت مجنون، أنتوا مالكم يا جماعة؟ إيه اللي مزعلكم؟ طب إيه اللي يخليني أسيب جامعة الملك خالد وأنا باخد مرتب يتجاوز الآن ال60 أو ال70، الوقت ده يعدي 100,000 جنيه في الشهر، بأسعار النهاردة 100,000 جنيه وزيادة كمان. ايه اللي يخليني اسيب ده واروح الى المجهول زي ما بيقولوا؟ انا كان كل اللي في دماغي والفكرة اللي سيطرت على ذهني لازم حل يقدم للأمة الإسلامية مكان الوضع اللي بيدرس في السعودية وفي الجامعات التانية، لقمة سائغة جميلة يدرسها الطالب من غير مشاكل، بحيث يقعد قدام منه 6 شهور، سنة، سنتين، ويبقى أستاذ على أعلى مستوى في التخصص، ويعرف يحمي بلده ويحمي أمته ويخاف ربه، ويبقى أستاذ على معنى الكلمات. أنا هضرب لكم مثلا، فكرة الأكاديمية اللي بتكلم عنها والحاجات دي مقرر من المقررات، بس أنا بتكلم على دول بس ليه؟ لأن دول اتعملوا مخصوص عشان الموضوع ده. لما بدأنا دار العقيدة المصرية قبل الثورات والتحق بالدار ديت على النت دراسة، بس هو هياخد المحاضرات نديها له في اسطوانة يفرغها، يجي لنا بالتفريغ، يدخل الاختبار كان أول نظام ندخله احنا، لا مصر دخلته ولا السعودية دخلته ولا حد دخل، اللي هو نظام أنا عشان امتحن واحد أقيس قدرة استيعابه فحط له 100 سؤال وكل سؤال 4 إجابات. ده نظام الاختبارات عندنا. إن عرف يعدي منه بنسبة 90%، بنسبة 80% يبقى ناجح، لأن النجاح من 80، عندنا من 80. اللي هيفرغ كلمة كلمة هيجاوب 100. فالمهم القواعد بقى، اللي عايز يجي يدرس، وانا ضربتك على ايدك عشان تدرس، انت حر. وبيكتب اقرار على نفسه انه جاي يدرس، والتكلفة تكاد تكون صفر، يا دوب ثمن الكتب دي بس. عدد كبير قبل الثورات. اللي حس بالكلام ده مين؟ ياسر برهامي، محمد حسان، الجماعة اللي كانوا في الساحة. كانوا قالوا الراجل ده لو سبناه الراجل ده هيقول لنا يلا مع السلامة نمشوا من هنا. أنا بقول لكم التجربة نجحت؟ نجحت. أنا هضرب لكم مثل واحد بس، اللي درس ال4 دورات دول. بصوا كده، مش لراجل، بنت كانت في كلية الطب، وفي كلية الطب وكمان بتدرس، بس ما شاء الله ذكية جدا جدا، درست الدورات ال4 واختبرت فيهم وجابت 100%، ما راحش منها تقريبا درجات خالص يعني. احنا عندنا اختبار شفوي وتحريري، ده الكلام ده ايام دار العقيدة. الامور اختلفت دلوقتي، تطورت بقى وبقى حاجة يعني على مستوى جامعي ان شاء الله يغطي كل الجامعات اللي موجودة. فهي درست الدورات ال4 دول، ادي الشهادة بتاعتها منحتها اهي. كان الكلام ده كان كام؟ 6/5/2012. الإجازة دي معناها إيه؟ مكتوب فيها كده اهو، معلش أنا هقراها بقى. ودي أولا كده خدت حقها، يعني كده بقراية الموضوع ده هوت شهادة تزكية، الله أعلم هي أطورها إيه دلوقتي، وأسأل الله عز وجل يبارك فيها. وإن كانت متجوزة ربنا يبارك في زوجها، وأنا كانت ساعتها كانت مكتوب كتابة أو حاجة زي كده يعني، كان زوجها يجي معاها ويروح معاها علشان تحضر الاختبارات. وأنا واثق إن هي فاهمة العقيدة فهم لا قربت من ده، ولا شفتها من بعد ما خدت الشهادة دي، ولا أعرف عنها حاجة. لكن هي لو قدمت عندنا في دار العقيدة المصرية للماجستير هنقبلها على طول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجازة العالية، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن عميد دار العقيدة المصرية يشهد أن سميحة أحمد عبد الوهاب صاوي، مولودة في قرية القبابات عام 1988، مركز أطفيح، محافظة الجيزة، مصر، قد أتمت الدراسة العالية في دار العقيدة المصرية ونجحت في الامتحان النهائي لبرامج الدورات العلمية الجامعية المقررة في دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة بتقدير امتياز بتفوق، لأن الترتيب في الدرجات العلمية عندنا غير الجامعات. الجامعات هناك هكس، تضحكوا على الناس كده خالص، عشان كده بتطلعوا عاهات. إنما اللي يدرس هنا لا. انتوا عارفين دي عملت ايه؟ احنا شرطنا عشان الطالب ينجح ويبقى متخصص من غير ما يحتاج جامعة من الجامعات ولا الكلام ده كله، في العقيدة بس. أنا بتكلم في جانب العقيدة لأن الجوانب التانية مطلوبة طبعا. إن هو يفرغ كل كلمة تتقال، بس حتى لو أنا بضحك، حتى لو أنا بقول أي حاجة أو نكتة، أنا عايز النكتة دي تبقى موجودة. إحنا هنا غرض، لأن الموضوع معمول بحسابات دقيقة جدا جدا عشان أعرف الحالة النفسية وهو بيتلقى من خلال الكتابة نفع ولا ما نفعش. فبعض الناس يقول لك طب انا عشان اعمل انا الشيخ فلان هعمل لي اكاديميه زي اكاديميه، مع انه اكاديميه زاد واكاديميه ما اعرفش، بس الكلام ده كله فاشل. فشل سببه ايه؟ ان نظام الدراسه ما خدوش من متخصص على مستوى اعداد مناهج. انت ازاي تشكل اللي قدامك دي بحيث يدرس الدراسه اللي هي تؤدي الى ان هو تنقل له المعلومة بفهم دقيق جدا جدا وبالتلقي على نفس الوضع القديم في انه قاعد بيكتب قدام الشيخ، ويكون المادة المساقة سهلة الفهم والاستيعاب بنسبة 100%. دي معادلة ما هي سهلة، معادلة قعدنا 6 سنوات